Solo quería decir en la entrevista, pero juro que no fue mi intención tocarle a esa zona. Ya está. No, todo, por favor, siéntate. هاد اللقطة ديال عبقار كتبان خطيرة بزاف، ولكن ركزوا مزيان فيها حيت التفاصيل الصغيرة يمكن تغير القصة كاملة. فضيحة ولا سوء فهم؟ القصة كاملة لواقعة عبقار وسورلوط اللي قلبات الليغا. واش ممكن لقطة صغيرة في مباراة كرة القدم تقلب حياة لاعب كاملة؟ واش ممكن احتكاك عادي بين مدافع ومهاجم يتحول لقضية مثيرة للجدل في اسبانيا؟ هذا بالضبط اللي وقع مع الدولي المغربي عبقار، مدافع خطافي في مباراة ضد اتلتيكو مدريد، والبطل في آخر القصة هو المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوط. لقطة واحدة فقط خلت الحكم يرجع للفار ويخرج البطاقة الحمراء بشكل مباشر، ولكن من بعد بدات الأسئلة الكبيرة. واش عبقار فعلا دار داكشي عمدا، ولا غير سوء فهم تحكيمي، ولا كاين شيء آخر ما بانش في الكاميرات؟ اليوم غادي نهضروا على الواقعة كاملة من البداية حتى النهاية. شنو وقع في الماتش، شنو قال عبقار، كيفاش دافع عليه المدرب ديالو، وكيفاش تفاعلت الصحافة الإسبانية مع الواقعة. وباش نفهموا القصة مزيان خاصنا نرجعوا شوية للبداية. البداية ديال المباراة كانت بين خطافي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، مباراة معروفة أصلا بالتوتر حيت خطافي كيلعب بخشونة دفاعية وأتلتيكو مدريد فريق كيعتمد بزاف على القوة البدنية. وفي هذه المباراة كان عبد الكبير عبقار كيواجه واحد من أخطر المهاجمين بدنيا اللي هو ألكسندر سورلوط، مهاجم طويل قوي بدنيا معروف بزاف بالصراعات مع المدافعين. ومن أول الدقائق بان واضح أن المواجهة بيناتهم غادي تكون قوية، احتكاكات، دفع، جذب القميص، صراعات هوائية وكل شيء عادي. وهذا الشيء كيوقع في مباريات كرة القدم، ولكن في واحد اللحظة وقع شيء غير متوقع. اللقطة اللي كانت بسيطة في البداية، الكرة كانت في الجانب الآخر من الملعب وسورلوط كان كيحاول يتحرك داخل المنطقة ديال فريق خطافي. عبد الكبير عبقار كان واقف وراه كيحاول يراقبه بحال كما كيديروا بزاف ديال المدافعين باش يحسوا بمكان المهاجم وراهم. لمسة صغيرة باليد. المفاجأة سورلوط دار واحد ردة الفعل قوية، الحكم وقف اللعب. هنا الحكام ديال الفار استدعوا الحكم الرئيسي او الحكم ديال الملعب. اللقطة بدات كتعاود في الفار، الجميع كان كيتسنى القرار، ومن بعد جات البطاقة الحمراء بشكل مباشر. الصدمة كانت كبيرة، اللاعبين ديال خطافي احتجوا بزاف، الجمهور تصدم، حتى المعلقين ديال هذا الماتش ما فهموش القرار بسرعة حيت الحكم اعتبر ان عبقار لمس اللاعب في مكان حساس بشكل متعمد. وهنا بدات القصة كتحول من لقطة كروية الى قضية مثيرة للجدل في اسبانيا كاملة. من بعد المباراة عبد الكريم عبقار خرج بتصريحات قوية وكان واضح انه متأثر بزاف. في واحد التصريح بان التأثر ديالو من داك الشيء اللي وقع، وقال تقريبا انا ما كان عندي حتى نية نقيس اللاعب في داك البلاصة. وقال في كرة القدم كاين احتكاكات ديما، وشرح عبقار انه كان غير كيحاول يحس باللاعب ويعرف البلاصة ديالو بحال كما كيديروا بزاف ديال المدافعين. Como en ocasiones que estoy tocando el adversario para saber dónde está, pero no fue mi intención de agarrarle a esa zona o tocarle ahí. Eso lo quería dejar claro. ولكن رغم هاد التوضيح الجدل ما وقفش، بل بالعكس زاد كتر. مدرب خطافي دخل على الخط وقال حاجة واضحة، قال عمرني شفت بحال هاد الطرد هذا، عمري ما شفت لاعب كيتطرد بسبب لقطة بحال هادي. وهنا بدات الصحافة الإسبانية كتدخل بقوتها هي، صحف بحال ماركا وآس حللوا اللقطة بزاف. كاين اللي قال أن القرار كان صحيح، وكاين اللي قال أن اللقطة قابلة للنقاش حيت النية صعيب تحدد. ولكن كاين واحد التفصيل صغير قليل اللي انتبه ليه. الا رجعنا للفيديو مزيان غادي نلاحظوا حاجه واحده، عبقار ما كانش كيشوف سورلوط، وهذا الشيء كيعزز فكره ان داك الشيء كان عن غير قصد. وكيعزز كذلك الهضره اللي قالها عبقار انه كان كيحاول غير يعرف البلاصه ديال المهاجم ماشي باش يدير فعل متعمد. Es el vídeo todo ni le estaba mirando. En mi mano le quería tocar a la barriga como en ocasiones que estoy tocando el adversario. ولكن في النهايه القرار التحكيمي بقى هو والبطاقة الحمراء بقات مسجلة. وهنا كيبقى السؤال مفتوح، واش عبقار كان ضحية سوء فهم ولا الحكم طبق القانون بالحذافير ديالو؟ الجواب الحقيقي يمكن غير عبقار وسورلوط اللي كيعرفوه، ولكن الشيء اللي اكيد ان لقطة صغيرة خلات اسم اللاعب مغربي كيتصدر عناوين الصحف الإسبانية. دابا بغيت الرأي ديالكم، واش فاش شفتوا اللقطة بان لكم انها متعمدة ولا مجرد احتكاك عادي؟